جريمة بشعة تهز حسين ضاي، مقتل شاب على يد أبناء حي. تعالوا نشوفوا إيه اللي بيحصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معكم رويدة سويلم. طبعا جريمة هزت الشعب كله، هزت المنطقة كلها. حسين ضاي مقتل شاب على يد أبناء حيه، وتمكنت مصالح أمن دائرة حسين ضاي في العاصمة من توقيف مشتبه فيه في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 سنة. وتشير التحقيقات الأولية أن الضحية تعرض لثلاث طعنات غادرة في القلب والظهر والرقبة. استر يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأوضحت المصادر أن الجريمة تمت بعد أن اتفق عدد من الأصدقاء على غدره، ونفذوا، وواحد منهم نفذوا الجريمة بتاعتهم. ليه كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، انتوا لسه شباب صغير. وأكدت المصالح الأمنية إن المشتبه فيه كان في حالة فرار، وأوضحت إن المشتبه في هذه الجريمة هم شباب لا يتجاوز أعمارهم عن 24 سنة. وما زال التحقيق مستمر لكشف مزيد من التفاصيل حول الأسباب والدوافع الحقيقية لهذه الجريمة. ربنا يستر. وطبعا أفيدكم في كل موضوع، والموضوع كله التحقيقات لما توصل ونعرفوها إن شاء الله هنزلها لكم. ويا ربنا يرحم الشاب اللي مات ده رحمة واسعة، وربنا يهدي الشباب الطايش اللي دايما على طول كده ما بيعرفش يفكر ولا يشوف ان مستقبلهم هيروح. ربنا يسترها علينا جميعا، واشوفكم على خير وبخير، وانتظروني في بعد ما يجي التحقيقات هبلغكم بيها اول باول. والى اللقاء، مع الف سلامة.